مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض نوع حلويات حلو قوي اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده قدامكم. نوع حلويات حلو قوي. معظمنا لو راح دمياط اول حاجه بنشتريها طبعا بعد المشبك هو النوع ده. طب ايه هو النوع ده؟ بيقولوا في ناس بتقول عليه العزيزيه وفي ناس بتقول عليه المكرونه. انا عن نفسي مسميه العزيزيه. بصي لونه عامل ازاي، بجد لونه حلو قوي. وانا هنا بقطع معاكم خرطه، بصوا الخرطه بقى عامله ازاي، بجد تحسيها عامله شبه الكريمه، بجد كريمي جدا وطعمها حلو قوي وطريقتها سهله وبسيطه جدا. مش محتاجه اي مقادير كتير ولا اي تركات ولا اي حركات ولا اي حاجه. تعالوا نشوف مع بعض احنا عملناها ازاي. هنا عندي ميه مغليه، نزلت عليها كوبايه من المكرونه. انا هنا حاطه ميه كتير، انا عايزه المكرونه تبقى كده. هنا بعد ما اتسلقت انا عايزه المكرونه تبقى مهريه، تتسلق لحد ما تتهرى. ومعايا لتر من اللبن. لتر اللبن ده هحط 5 معالق من النشا، 5 معالق كبار هرميين من النشا، وهقلبهم كده. اللبن ده ساقع، نزلت بالنشا وهقلبه كويس عشان لحد ما يدوب يعني في اللبن. هتقلبيه كويس، وبعد كده بقى هناخد نص مقدار اللبن ده يعني بالويم كده هنحطه، وهننزل بالمكرونه اللي احنا سلقناها. وزي ما قلت لك انا عايزه هنا المكرونه تبقى مهريه، تسلقيها لحد ما تهريها. وبعد كده هنشغل بقى الخلاط على المقادير اللي احنا حطيناهم دول وهنضربهم كويس قوي. انا عايزه المكرونه تختفي تماما، ما تبقاش زهره. تضربيها حلو قوي، تديها وقتها في الخلاط في الضرب لحد ما المكرونه تدوب في اللبن وتتضرب كويس قوي وتختفي. فما تستعجليش عليها عشان ما تبقاش معاكي كده باينه ان هي حتت، لا. بصي انا هنا ايه، انا هنا شفتها، بصي القوام بقى عامل ازاي، بس لسه هضربها ضربه كمان عشان المكرونه تتضرب كويس او تختفي، ميبقاش ليها اثر في اللبن. هنا بقى لو حابه تحطي في الوقت ده فانيليا او اي حاجه منكهه يعني ممكن تحطي، بس انا عن نفسي بحب اخد طعمها كده. هنا اتضربت كويس قوي، هنزل بقى في الحله كده وهكمل عليها بقيه اللبن اللي احنا ما حطيناش عليه اي حاجه. يبقى احنا نزلنا بقيه اللبن وحطينا هنا كان في شويه نشا كده كانوا في اخر اللبن فنزلتهم وهحطهم بقى كده. وبعد ما هنزل الحاجة كلها على بعضها، وبعد كده هنزل كوباية من السكر. احط كوباية مليانة من السكر. كوباية مليانة من السكر ده كده سكرها مظبوط. لو انت بتحبي الحاجة المسكرة قوي ممكن تحطي ربع كوباية كمان. وبعد كده بقى شغلت عليهم النار وهفضل اقلب فيها حلو قوي لحد ما السكر يدوب. كل ما هتفضلي ايدك فيها وتقلبي فيها كل ما قوامها هيطلع معاكي كريمي وطعمها هيطلع حلو قوي وقوامها هيطلع حلو قوي. يعني حاولي ما تسيبهاش. هنا بقى اول ما غلت نزلت عليها بمعلقتين كبار من القشطه. مش غلت يعني خلاص، حسيت ان هي داخله على الغليان او سخنت قوي، هحط بقى معلقتين من النشا وهفضل اقلب فيها لحد ما النشا كمان معانا تدوب. هي النشا قصدي القشطه تدوب. هي كده كده مش هتاخد وقت، السخونيه هتدوب القشطه على طول. هفضل اقلب فيها بقى لحد ما من الحروف كده هتعمل زي فقاقيع كده، او هتعمل هوا كده اللي هو الغليان ده كده. انا هشاورلك عليه، ده دليل ان النشا استوى معانا. اهم حاجه ان اهو بصي عملت ازاي كده من الحروف، ده كده تمام كده النشا استوى. هنيجي بقى في الصينيه اللي احنا هنحطها فيها، هننزل بقى الخليط ده كله في الصينيه وهسيبها لحد ما تعمل قشره كده على الوش بتاعها، يعمل قشره يعني. سيبيها مثلا تلت ساعة نص ساعة كده الوش يعمل معانا قشرة. طب ليه هنسيبها نص ساعة تعمل قشرة؟ عشان احنا لسه هندخلها الفرن، بس قبل ما ندخلها الفرن لازم هنحط على وشها زي ما انتي كده شوية زبدة. ولو عندك معلقة شربات كمان حطيها مع الزبدة، يعني حطي معلقة شربات على الزبدة دي وخلطيهم في بعض وانزلي على وشها شربات من اللي هو بتاع الكنافة والبسبوسة وكده. وغطي بقى الوش بتاعها ده كله كده بالزبدة. عشان كده قلنا لازم نسيبها عشان تعمل قشرة على الوش. وبعد كده هدخلها تحت الشواية، هولع الشواية وادخلها تحت الشواية لحد ما تاخد معانا لون حلو قوي. بس كده. هنا بقى دخلتها تحت الشوايه، بصي بقى لونها حلو ازاي. شفتي بقى طريقتها سهله ومفيش مقادير صعبه ولا وصفه معقده ولا اي حاجه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب.